الا قلت لك دابا بلي جدك السابع عشر ما كانش راكب على العود وهذا السيد كان جالس في شجره كينقي البنان وكيفلي لصحابو غادي زابون وتخرج من الفيديو ياك حاشا لا حاشا وحاشا واش تكون قرد. ولكن راه ملي كتمشي عند العلماء ديال الجينات كيحطوا لك واحد الرقم كيطيح لك الماء في الركاب 98.8 ديال الحمض النووي ديالك مطابق تماما للحمض النووي ديال الشمبانزي. هما اللي قالوا يلا حيد لي فمك. كيفاش هاد البلان؟ واش العلم كيخربق؟ واش داروين ضحك علينا؟ ولا كاين شي سر مور هاد الشيء ما عارفينوش؟ كبر هذيك الشاشه ما تدور لها ركز معايا اعطيني ودنيك وعقلك اليوم غادي نعرفوا شنو البلان. الاغلبيه فينا غير كيسمع هاد الهضره كيتشوكا واو كتقول كيفاش انا اللي كاري ب 3000 درهم خلص الويفي وكنهضر ثلاثه ديال اللغات الاصل ديالي قرد. الشيء بصح القرد اكبر انجاز دارو في حياته هو كيقشر البنانه بلا ما يعفط عليها. المشكل هنا ماشي في كون الفكره غريبه شويه ولكن في كونها كتقيس شي حاجه في الداخل ديالك حيت ولفنا كنشوفوا راسنا مختلفين تماما على الحيوانات. حنا عندنا عقل عندنا وعي عندنا لغه عندنا حضاره. داكشي علاش الواحد فاش كيسمع ان الاصل ديالو قرد كيحس باللي بحال سبيتيه ولا قللتي منه. ولكن هذا ماشي في واش هي اهانه ولا ماشي اهانه. حنا قدامنا واحد السؤال اللي خربقنا كاملين وخاصنا نعرفوا الاجابه واش بصح ولا لا. العلماء كانوا جالسين كيتفرجوا في الحيوانات كيلعبوا بحال شي الدراري صغار وكيتمرمدوا في الغيث وديما كيسولوا نفس السؤال علاش هاد الحيوانات كيتشابهوا ولكن ماشي خوت. علاش كاينين بزاف ديال الكائنات عندهم تشابه في التركيبه والاعضاء كتوصل حتى ل 95%. علاش 1686 انقذ واحد الفونس سميتو جون راي. هاد السيد دار لهم خاطر كان لهم ودي هاد الشيء راه ماشي عشوائي. حاول يعطي تعريف لواحد الحاجه سميتها النوع. هاد السيد لاحظ ان الكائنات الحيه ماشي غير اشكال عشوائيه ولكن هي كائنات كتنتمي لمجموعات مستقره وكل مجموعه قادره تخرج نسل كيشبه ليها وكيحافظ على نفس الصفات ديالها. داكشي علاش كنلقاو الدجاج كيتشابه المشاش كيتشابهوا الكلاب كتشابه حاز لي. هادو هما المجموعات المستقره اللي سماها بالنوع. كل ماركه كتولد وليدات كيشبهوا ليها وكيبقاو في صباغتهم. والفكره كانت شي حاجه واو في هذاك الوقت حيت فعلا كان اكتشاف جديد بالنسبه للناس. الفكره دارت واحد النظام ولا اساس باش يفهموا شويه الحياه وتكون غدا منظمه احسن ما يتعاملوا مع كل كائن على انه كائن منفصل بوحده. من بعد ومع تطور العلم اكثر بدات الملاحظات ديالهم كتولي اغرب. العلماء لاحظوا ان الانسان كيشارك بعض الصفات مع الحيوانات وفي شي تفاصيل دقيقه بزاف ماشي غير في الهيكل العظمي ولكن حتى في الطريقه باش كيخدموا الاعضاء ديالو العضلات والدماغ حتى هو. ولكن المصيبه الكحله هي نهار يقلبوا الحمض النووي كود باش حنا مصايبين لقاو ان الانسان والشمبانزي 98% بحال بحال. حتى كيفاش الحمض النووي يعني بقات لنا 2% وخرجينا للزغب ونمشيو للغابه ولا شنو؟ وبدا السؤال كيكبر شويه بشويه واش التشابه صدفه ولا كاين علاقه اعمق ما بين القرد والانسان؟ وغنبقاو هكا حتى للقرن 19 فاش غالبا واحد العالم بريطاني سميتو تشارلز داروين اكثر واحد ارتبط الاسم ديالو بهذا البلان هذا اكثر من اي عالم اخر فوق هذا الارض حيت ما وصلش لهذه الفكره من فراغ. سنوات وسنوات هو كيدير تجارب وابحاث على الحيوانات ولاحظ ان الكائنات كتختلف من بلاد لبلاد وما كتشابهش. وعباد الله داروين براسو ما عمرو قال هاد الهضره. داروين قال باللي حنا والقرد يقدر يكون عندنا شي سلف مشترك قديم جد قديم عاش هذه ملايين السنين وتفارقنا. بحال بغيتي تقول ريحه الشحمه في الشاقور. داروين قال بلي الكائنات ما كتبقاش ثابته مع مرور الزمن ولكن كدوز من تغير تدريجي عبر الاجيال كتبدل شويه بشويه بلا ما نحس. كل كائن عنده الصفات ديالو خاصه به كتعاونو يتاقلم مع البيئه اللي فيها هو وكتعطي فرصه اكثر باش يبقى ويتعايش ويتكاثر. ومن بعد كدوز هاد الصفات للاجيال الاخرى اللي جا من موراه ومع الوقت كيبدا يبان لنا داك الاختلاف الكبير اللي كاين ما بين الاجيال. وهذا الشيء اللي خلانا نقولوا بان الانسان حتى هو طاح في نفس التغيرات. ولكن هنا غيوقع اكبر سوء فهم في تاريخ هذه النظريه حيت الناس اختصروا هذه الفكره المعقده كامله في جمله واحده واللي هي الانسان اصله قرد. يعني الانسان والشمبانزي ماشي من نفس العائله ابا عن جد كاين فقط شبه بيناتهم. وواخا هكاك تبدلات هذه النظريه ما بقاتش غير فكره ولات اكثر فكره منتشره ومثيره للجدل وبسببها انا درت هذا الفيديو اليوم. كاين اللي قال انها تفسير علمي قوي كيشرح التشابه ما بين الكائنات وكاين اللي كيقول انها مجرد فرضيه وما قدرش يعطيها تفسير. حيت هذه الاسئله بصح راه في شكل ماشي سهل تجاوب بالقطع صحيحه ولا لا غلطه. هذه اطروحه كتخليك تخرج منها بزاف ديال الاسئله الا كانت بصح. كيفاش بان الوعي البشري اذا؟ كيفاش تطورت اللغه مني هو والقرد نفس الحاجه؟ علاش الانسان قدر يبني حضارات ويكتب التاريخ ويصنع علوم وماشي القرد؟ وهنا غادي يبدا ترند اخر ديال الصوره اللي منتشره وكنا عارفينها ديال ان السلاله او السيروره ديال الانسان كتبدا من القرد هو غادي كيتطور حتى وصل للانسان.
دازت في الرسوم، دازت في الافلام، دازت في الكتوبه، حتى ولات جزء من الثقافه الشعبيه ديالنا. ولكن الحقيقه هو ان هذا الشيء فقط تمثيل مبسط لشنو كيقول العلم، حيت التطور البيولوجي راه واحد العمليه معقده بزاف وعندها ملايين السنين وفيها بزاف ديال التفاصيل ما يمكنش فيلم ولا كتاب يشرحها لينا بالزربه. ولكن من ناحيه اخرى كاين جانب واحد اخر لهذه القصه. في وسط الروينه كامله الاسلام عنده موقف واضح، وحتى في باقي الديانات الاخرى كيعطيو تفسير اخر لاصل الانسان. وفي القران الكريم مذكور كيف ما كنعرفوا كاملين ان اصل البشريه هو سيدنا ادم عليه السلام، وان الله خلق ادم مباشره ومنه جات البشريه وما كان حتى شي قرد قبل منه. داكشي بزاف ديال الناس اللي عندهم ايمان قوي ما كتدخلش ليهم هذه الفكره لراسهم، وما كايناش شي حاجه سميتها اصل حيواني عند الانسان. حيت الانسان مخلوق مميز من الاول وماشي غير نتيجه ديال سلسله من التطورات العشوائيه. وهذا الشيء هو اللي خلى هذه الصراعات تبقى حتى لدابا ما بين هذه التفسيرات العلميه والمفهوم الديني، حيت العلم كيدابز باش يشرح التشابه وهذه الاختلافات، والدين جاوب على السؤال منذ ملايين السنين. انا براسي كنقول بلي هذا التشابه في الاعضاء والهيكل والتركيبه البيولوجيه ماشي دليل على انهم من نفس الاصل ولا ان الاصل ديالو قرد، وانما كيبين عظمه الله والاعجاز ديال الانسان في التصديق ان التشابه كاين لكن ماشي نفس النوع ولا نفس الكائن. بالنسبه لي هذه غير ما كتزيد الله عز وجل العظمه وكتخليك تزيد تثبت بالدين. قولوا لي انتم دابا الراي ديالكم في هذا السؤال، واش معايا ولا معاه؟ وشنو كيبان لكم في هذه الدراسات؟ غنتسنى الكومونتيرات ديالكم كاملين وغنقراهم واحد بواحد.